يا هلا. صيدتنا اليوم واحد انا شخصيا احبه واتابعه واحترم فيديوهاته وكذي، وانتم بعد اكيد تحبونه، بس مشكلته شنو؟ طاح بحضني. سمعوا شو يقول؟ هذا هو المكبوس اللحم الكويتي عن حق وحي. عندي هون سمنه حاميه وبنزل عليها قطع اللحمه الضاني، وبنشوح اللحمه كثير منيح، وبس تشوحت اللحمه عنا بنسمي بالله وبننزل عليهم المي السخنه. هذه البدايه، مو بدايه المكبوس الكويتي، لا، هذه البدايه بدايه منسف شاكريه. احنا نعرق البصل ويا اللحم، نخليه مده مع البهارات يتعرق بعدين ندحه ماي كذي، عشان كذي ما يطلع رهوه فوق. زين؟ مو مشان شي، مشان صحتك يا غالي. في حال طلع للحمه زفره بنسمي بالله ومنقشها قش. هذا اللي قلت لك عنه، انت الحين مضطر تقشه قش. اول شيء من المطيبات رح نضيف بصله بيضة، ومنسمي بالله ومننزل البهارات الصحيحه اللي عنا، وهلا بنغطي الطنجره اللي عنا وبنتركها على حراره متوسطه لمده ساعه لساعه ونص، بتعتمد على نوعيه اللحمه اللي عندكم. ايش فيك مستعجل حتى وايد تحكى بسرعه؟ اول شيء البصل وايد، بصله الكبر بيضه، احنا البصل الابيض نستعمله بس بالسلطه، وبهاراتك كميه راهيه حلوه تسلم ايدك. بصل شويه الله يطول عمرك، وايد شويه. وليش بنركز بصل ابيض بصل ابيض؟ لا احنا نحب البصل الاحمر. عندي هون رز بسمتي حبه طويله بسمي بالله وبغسله لمده 3 مرات وبنقعه لمده ساعه كامله. يا ولد يا ولد، شلون مدة 3 مرات؟ عدد 3 مرات لمدة 3 دقائق نص ساعة ما يخالف، بس لمدة 3 مرات هذا يقسمونها لمدة ولا ما ادري؟ خلينا نكمل. وبما انه باقي شغله ال 15 دقيقه لحتى تستوي اللحمه عندي بسمي بالله وبملح، مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. شلون انت الحين تدري انه باقي لها ربع ساعة تستوي؟ هذا سؤال ما له حل ترى. يعني نفس ازلية الكون، انت ما تدري متى بدأ عشان يستوي خلص. عندي هون مقلايه حاميه بسمي بالله وبنزل عليها البصل الابيض المقطع خشن، وبنضل بنقلبهم لحتى يتشوحوا عنا، وبس البصل وصل لعندي لهذا اللون الجميل مثل ما انتم شايفين يا غوالي بسمي بالله وبضيف عليه شويه صغيره من مرقه اللحمه. هي لحظة، مو ما يعادي مو مروق اللحم. انت الحين اللحم ما استوى للحين باقي له ربع ساعة. لا هذا اللي يسويه مو صحيح. معلش، مو مشان شي، مشان صحتك يا غالي. شو مشان شي؟ شي مشان شو شي مشان شو هو؟ قلبنا صينيين. بس البصل عندي اخذ هذا اللون الجميل بسمي بالله بجيب عندي هون النخي او الحمص المسلوق بسمي بالله وبنزله عليهم هيك. لحظة يا غوالي، انت شنو جايب حمص مال بطحينة هذا؟ سوي لك حمص بيروتي وكذي، انت جايب هذا؟ احنا نبي هذا. شفت الفرق؟ واكيد لازم ما ننسى نضيف الكشمش او هو الزبيب المغسول والمنقوع لمده نص ساعه بسمي بالله وبنزل عليهم هيك. ضيف عليهم نص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، وربع معلقه كبيره من القرفه الناعمه، ونص معلقه كبيره من الكركم، وبنحط نص معلقه كبيره من الهيل الناعم، مو مشان شيء، مشان النكهه الجميله، معلقه كبيره من اللوبي المطحون وهذا اساسي للحشو، وبنسمي بالله وبنملح، واخر شيء بنضيف الزيت وبنقلبهم مع بعض كتير منيح، وبهيك صار الحشو عنا جاهز. قربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر، بسم الله ما شاء الله، والريحه عن جد يا سلام يا سلام. احنا ما نعرف شيء اسمه قبل، ما نعرف شيء اسمه بصل ابيض بصل اصفر بصل احمر، احنا كله بصل احمر، والحشو بصل احمر. الابيض هذا بعدين جابوا لنا قالوا هذا حق السلطه، مو حق الطبخ، حق الزلاطه، حتى ما يسمونها سلطه، زلاطه. ما يصير حشو الابيض متروس ماي. لو تجرب البصل الاحمر يعطيك احلى حشو. هلا بنسمي بالله يا غوالي، شوفوا لي على هاللحمه بسم الله ما شاء الله. بعد ما استوت بنحملها هيك وبناخذها على صينيه فرن فوقها ورقه زبده وبنحطهم بهذا الشكل. عندي هون مي بارده وبضيف عليها شوي صغيره من ميه الكادي. شنو ماي كادي؟ قليل اللي يستخدم ماي كادي، احنا ماي ورد، شغلنا بماي الورد. ماي الكادي هذه والله العظيم ما هي عندنا، مو مشان شيء، والله العظيم مو مشان شيء، ما ابي ازعلك والله العظيم، بس مو ماي كادي.
بنضيف خيوط الزعفران عليهم وبنحركهم مع بعض كتير منيح وبنتركهم شغلة ال5 ل10 دقائق. طبعا يفضل انه نحط خيوط الزعفران جوات مي باردة مشان نحافظ على اللون والنكهة. خيوط الزعفران يفضل ان احنا يسمونها تسحنها، تطقها لما تصير بودره يطلع لونها الطيب وريحتها. اما خيوط الزعفران تحطها بمي بارده مي حاره ترى ما يفرق. في علينا غير انه ندهن اللحمه بهذا الشكل. شوفوا يا غوالي، يا سلام يا سلام. وقبل ما ندخل اللحمه على الفرن بنسمي بالله وبنرش عليها رشه هيل وشويه صغيره من الفلفل الاسود الناعم وبناخذهم على الفرن مشان يتحمروا ويتامروا. وبالنسبه لمرقه اللحمه بجيب مصفايه وبصفيها من كل شيء بصل ومطيبات حطيناها. بعد ما نقعت الرز لمده ساعه كامله. شوفوا لي على حبه الرز، بسم الله ما شاء الله. كل اللي سويته هذا انا ما اعترض عليه، مع انه يعني مو نفس شغلي او شغل غيري اللي اعرفهم انا، بس يطوف عادي ما عندك مشكله. خلنا نشوف شو تسوي بالدقوس. مشان نعمل اطيب صوص دقوس عندي هون طنجره وفيها زيت زيتون حامي بسمي بالله وبنزل عليهم عصره من الثوم وبنحط شويه صغيره من الفلفله المهروسه. وبس طلعت عندي ريحه الثوم والفلفله بسمي بالله وبضيف 4 حبات من البندوره مضروبين على الخلاط. وهلا بنسمي بالله وبنملحهم وبنفلفلهم وبنتركهم على نار هاديه لمده 5 دقائق عشان يتسبكوا معنا. وبهيك الدقوس صار عندنا جاهز. شوفوا لي على هالقوام، بسم الله ما شاء الله. هذا الدقوس، هذا كذي بس خلاص صار دقوس. حطيت لي فليفله، احنا ما نحط فليفله وما نحط فلفل اسود. والثوم المهروس هذا جايبه بالعصاره، ما نبي فريش. والدقوس يبي عنصرين مهمين، شيء حامض وشيء حالي. وعن نفسي انا احط خل وشكر. سكر يا غالي، مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. بعد ما نقعت الرز لمدة ساعة كاملة. شوفوا لي على حبة الرز، بسم الله ما شاء الله. هلا بنزلها على مرقة اللحم. بما انه عندي كيلو من الرز المنقوع فبحط له كيلو وربع من مرقة اللحم او عيار اصبع صغيرة تغطي فوق الرز. وبس بلش الرز عندي يتنابر وينشف بسمي بالله وبضيف الحشو على جهة واحدة. وبنفس الخليط اللي دهنا فيه اللحمة بسمي بالله وبحط شوية صغيرة على هي الجهة من الرز. وهلا بنسمي بالله وبنغطي الطنجرة وبنكتمها كثير منيح وبنتركها على نار هادية جدا لمدة 20 دقيقة. وبهيك الرز صار عندنا جاهز. بنكشف عليه هيك وشوفوا لي على هالمنظر يا غوالي وصلوا على النبي. اول شيء بنعمله بنقيم الحشو وبنحطه على جنب. وهلا يا غوالي قربوا لي لهون وطلعوا لي على هالرز النثري. شوفوا يا سلام يا سلام، شيء خرافي على الاخر. هلا بنسمي بالله وبنحمله هيك وبنسكبه على الصينيه. اسمعوا لي على هالصوت، يا سلام يا سلام. شوفوا لي كمان يا غوالي على هاللحمه المحمره والمقمره، شايفين بس طلعت من الفرن هذا اللون المناسب. هلا بنسمي بالله وبنحطه على الرز. الرجال شغله زين وادري فيه يعني حرفي، بس مشكلته قرب علينا عاد يتحمل، ولا لا ابد العيش نثري بالدرجه الممتازه. بس لازم يدخل بسم الله ما شاء الله. انا اللي اقول مو انت اللي تقول بسم الله ما شاء الله. انا اللي اقول مو انت، عشان لا ازعل انا. عشان نكون صريح معكم يا غوالي، مجبوس اللحم انا كثير بستمتع وقت اطبخه. احنا بعد نحبك ونغليك، بس الله يخليك لا تعيدها. تدري ليش؟ انت الحين عدت هذا مجبوس لحم وعدة. لو بتسوي خضره ايش تسوي؟ تدش بالطوفه. فيعني تخيل انا اسوي كبه باللبن واقول اضافه من عندي واحط لك بدال انت حطيت ماي كادي انا احط زعفران على كبه باللبن، بتزعل. وهلا صار الوقت مشان ندوقه. قربوا لهون وخليني اورجيكم على هاللحمه المستويه. شوفوا على هاللحمه، يا سلام يا سلام. بنحط لنا هيك شقفه لحمه مع الحشو. نقول بسم الله يا كريم، ناخذها هيك مع الرز. شوفوا الله الله الله. نقول بسم الله يا كريم وندوق بسم الله. مو مشان شيء عشان المحبه اللي بيننا.